اليوم إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي مع إنجاز تاريخي للتأهل إلى المونديال 2026 المقام في أمريكا وكندا والمكسيك. في حالة الفوز اليوم المنتخب الوطني المغربي على المنتخب تنزانيا في مدينة وجدة وأمام الجمهور المغربي، فغادي يكون من الأوائل المتأهلين هو والأرجنتين، وهذا إنجاز غير مسبوق. فقط في 5 مقابلات قدر يحقق المنتخب المغربي انجاز تاريخي. حنا ديما كنا ملي كنتاهلوا المونديال كنلقاو صعوبات، كنلقاو حتى لاخر ماتش حتى باش كنتاهلوا، ولكن بفضل السياسه الكرويه والتكتيك ديال القجاع راكم عارفين استطاع المنتخب المغربي انه فرض الوجود ديالو في الساحه الافريقيه وحتى في الساحه العالميه. والحمد لله الانجازات بدات كتحقق بشويه بشويه، ولكن كيبان بانه انجازات. عندي واحد الاستفسار على المقابله ديال النيجر اللي المنتخب الوطني المغربي ظهر بواحد الصوره باهته. انا متاكد ان والد ركراكي خاض العبره وغادي يدير واحد التغيير كبير اليوم ضد تنزانيا، وغادي يغير التشكيله اللي دخل بها ضد النيجر، غادي يدخل بتشكيله اخرى. وانا اظن بان اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اهداف كثيره، وغادي نشوفوا المتعه والفرجه اللي ما شفناش مع المنتخب ضد النيجر، لان الزاكي واللعابه ديالو طوال ضغط على اللعابه ديال المغرب اللي ما استطاعوش يلقاو المساحات. انا كنظن وليد ركراكي قرا وفهم ووعى بان ديك التشكيله اللي لعبها في الشوط الاول راه ما مناسباش وخاصها تتغير، وانا على يقين ان غادي تتغير، وغادي يكون اليوم ضغط هجوم ان شاء الله، وكلنا مع المنتخب الوطني المغربي يكون من المتاهلين ان شاء الله، نتاهلوا قبل من الارجنتين ان شاء الله. علاش لا نكونوا اول منتخب يتاهل لكاس العالم 2026. وتحياتي.